رغم السعادة والتفاهم اللي كان ما بينهم والنجاح الأسري والمهني، تنتهي العلاقة بدون سابق إنذار. الخبر اللي فاجئ الجميع، فجأة العلاقة انتهت سنة 1959، ورفض فوزي في كل تصريحاته الصحفية الإفصاح عن السبب، واكتفى بكلامه إنها ست عظيمة وشريكته في النجاح. بعد سنين كتير خرجت مديحة يسري بتصريحات خاصة لمجلة نص الدنيا وقالت إن سبب الطلاق كان غلط كبير عمله فوزي، وأنا عرفته وما قدرش إنه يواجهني أو يتناقش معايا فيه. وقالت مديحة إن حلمي رافلة جالها برسالة منه بتقول إنه على الرغم من حبه وتقديسه ليا فهو مش قادر على مواجهتي، وتم الطلاق بينا بالاتفاق وبقينا أصدقاء بعدها. وفضلت مديحة يسري على علاقة طيبة مع زوجتي فوزي اللي قبلها واللي اتجوزها بعدها، كريمة فاتنة المعادي، وفضلت حتى وفاتها الحارسة الأمينة على كل ممتلكات محمد فوزي الفنية، والمسؤولة من جانب كل الورثة بتحصيل حقوق الأداء العلني من جمعية المؤلفين والملحنين. مديحة يسري قالت في آخر أيامها: محمد فوزي كان أنجح جوازة في حياتي، وكان أحن وأرق إنسان قابلته، فكان متسامح ومرح ومبهج وبيحب الحياة. حتى بعد ما انتهت العلاقة واتطلقنا فضل له مكانة كبيرة في قلبي. ودي كانت حكاية حب بدأت بفيلم وانتهت كأنها مشهد درامي مكتوب بإيد القدر. استنوني في حكاية حب جديد.